شنو غادي يوقع ليك الا تصاحبتي؟ واليوم غادي نهضر على البنات بالخصوص اللي كيبان لي هما اكثر متضررين من هاد العلاقات الغير الشرعيه. اختي العزيزه، عارف كلامي غادي يجيك قاصح، ولكن هذا هو الواقع. حيت انا غادي نلخص لك حياتك وغادي نعطيك بنسبه 90% شنو غادي يوقع لك الا تبعتي هاد الطريق. فراه البنت ملي كتكون عندها 16 سنه كيبداو يكثروا عليها الاغراءات من اشباه الرجال او بالاحرى الذكور. وهنا اختي غادي نقول لك فراه انت اللي كتختاري، يا اما كتختاري طريق تصاحب او لا كدير في داكشي اللي كديري وكتمشي بعيد. والبنت اللي كتاكسبتي اول غولاسيون في حياتها، في الاول غادي يعجبك الحال حيت الطرف الاخر غادي يبين لك احسن ما عنده، وممكن تولي تبغيه وتفضلي على باك ويماك. ويا ما كنعرف بنات فضلوا صحابهم على والديهم، وانت باك شحال ضرب عليك تماره ما يستاهلش الجزيه بهذه الطريقه. وهذه اول خساره غتكوني خسرتي من بعد ما غتكوني دوزتي واحد المده مع هاد السيد غادي يسوسك ويخليك من بعد ما قضى غرضه اكيد، وغادي يخليك في فراغ اللي انت غادا تبغي تعمريه من جديد. وديك الساعه غتكوني وصلتي لديك 20 عام، راك مازال صغيره. غادي يجي واحد اخر، ولكن هاد المره غتكوني اكتسبتي مناعه اكثر في هاد النوع من العلاقات وما غتخليهش يتفلى عليك. ولكن هو غادي يجيك من باب اخر اللي هو باب الزواج، وانت غادا تثيقي به وغتقولي بصح باغيني الحلال. لا اختي العزيزه، اللي باغيك الحلال ماشي بهاد الطريقه. اللي باغيك الحلال غيمشي لعند باك وغتمشي معززه مكرمه. المهم كملوا طريقنا، انت غتوافقي تصاحبي المره الثانيه في حياتك وغتعيشوا لحظات زائفه انت وياه. في الاخير حتى هو غادي يصدمك وغتحسي بالشمته وغتكره حياتك وما تحمليش راسك. وهادشي هو اللي ما بغيناش ليك، وهذا هو الهدف من هذا الفيديو كامل. وهنا غتكوني وصلتي لديك 24 عام وعندك في حياتك دو غولاسيون فاشلين، وغتشوفي صحاباتك اللي كانوا كيقراو معاك تزوجوا وعندهم جوج وليدات على الاقل. وهنا غادي نقول لك بلي سمعتك توسخات وكلشي ولا يدوي عليك بالخايب. وهنا غتجي المرحله الاصعب اللي هي غتفقدي الامل في الزواج وما تبقيش تحملي شي حاجه سميتها الرجال بدوك الصدمات اللي صدموك، وغتدخلي في ديبريسيون اللي صعيبه بزاف. وما عندش يولي في داك الشيء ما غتقدريش تبقاي بوحدك وغتولي متمشي مع من والو، صغير كبير عنده قيمه اجتماعيه ما عندوش هاني عندك. المهم تلبي داك الرغبه اللي انت باغا. وفي الاخر بنت الناس بغيت نقول لك حبسي هاد الوسخ وهزي براس باك وخوك وعائلتك وعمامك وما تعاوديش نفس الغلط وتوبي لله عز وجل. السلام عليكم وتحياتي لبنات الناس. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش متابعه الصفحه ولايك وبارطاجي مع صاحبتك حتى هي تستافد. ولا كان عجبكم هذا المحتوى بقى ندير لكم فيديوهات في هذا الشيء. تهلاو.